مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا جدا للبدنجان المخلل. لو سبتيه شهر في التلاجة مش هيحصل له اي حاجة، اي وقت تطلعي منه اكنك لسه عاملاه دلوقتي. بجد طريقة حلوة جدا جدا وبيكون طعمه حلو جدا. في ناس بشوفها وانا بودي ولادي المدرسة الصبح بشوفها جايبين مخلل، يعني في ناس كتير والله بتشتريه ما بتعملهوش. طب ما تعمليه بأقل التكلفة. يعني 2 كيلو بدنجان ب 15 جنيه ممكن يقعدوا معاكي اسبوعين، يقعدوا معاكي اكتر من كده حتى لو قعدوا اقل. ده البدنجان الاتنين كيلو ب15 جنيه، وما شاء الله ملولك علبة اللهم بارك كبيرة وجميلة جدا زي ما انتوا شايفين. بدل ما نشتري الحاجة لا نعملها في البيت احسن، وبطريقة حلوة، والطريقة هنحفظوه بيها. هيقعد معانا شهر من غير ما يحصل له اي حاجة، واكنك لسه عاملاه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكله تحفة جدا. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي منتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. واسفه على الصوت لاني والله بردانه كده، ودعواتكم ليا الايام دي البرد صعب جدا. طبعا نزلنا الصبح بدري كده للمدارس، مظبطنا خالص الحمد لله رب العالمين. وهنا طبعا معايا بدنجان وغسلته غسله كويسه كده، وشلت طبعا الورده اللي بتكون فيه، وجبت حله على النار حطيت فيها كده واحده من البنجر وشويه كده من الملح. وهنا كده هحط بقى البدنجان، وبالظبط كده هديله من 3 ل 4 دقايق بالظبط على النار. انا مش هسويه طبعا سوا كامل، لازم نعمل حساب ان احنا هنحطه في ميه وهنسيبه في قلب التلاجة. وهنا جبت طبق كده كبير وغطيت بيه البدنجان بالمنظر دوت، وغطيت كده بغطا الحلة. هسيبه طبعا كده بعد 3 4 دقايق. بصيت عليه لقيته كده ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا جدا، ومسك نفسه كده زي ما انتم شايفين. طبعا المية دي مش هنرميها لان هي المية اللي هنحفظه فيها البدنجان. هصفي بقى البدنجان بالمنظر دوت. طبعا بلاش البدنجان يتفتح، لان لو فتحت البدنجان وسلقتيه هيسود من جوه ومش هيبقى حلو خالص معاكي. وهنا يلا بينا كده. انا هنا معايا بقى راس توم كده كبيره، ومعايا فلفل طبعا من الطويل احمر واخضر، ومعايا هنا ربع كوبايه كده من عصير الليمون، معايا معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره من الملح، معلقه طبعا كده من الشطه، طبعا معلقه صغيره من الشطه. وطبعا الملح ملهوش معيار. وهنا بعد ما ضربت كويس جدا في الكبة هنحط فيها كده ميه من اللي سلقنا فيها البدنجان، وهنسيبها دلوقتي كده على جنب. معايا بقى هنا البدنجان زي ما انتم شايفين الحشوه بتاعته تحفه جدا. هنا الشطه حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه براحتك خالص. هو كده كده الفلفل حامي. هنحشي بقى كده البدنجان زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم التتبيله اللي احنا عملناها للبدنجان تحفه اللهم بارك، جميله جدا جدا ما شاء الله، وطعمها بجد تحفه. والبدنجان احلى فعلا ما بتجيبيه من بره. والله كل حاجه حلوه بتعمليها في بيتك احسن ما بتشتريها من بره زي ما انتم شايفين كده. والميه طبعا هناخد ميه البدنجان اللي احنا سلقناه فيها، هي دي اللي هنحفظوا بيها البدنجان. وهنا طبعا الليمون ماده حافظه، وعايزه اقول لكم ان انا كمان حطيت معلقتين من الخل، طبعا ماده حافظه وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو جدا للبدنجان. هنا بقى خدنا الميه كده زي ما انتم شايفين بتاعه البدنجان، حطينا عليها معلقه كبيره من البابريكا، وعصرت كمان كام ليمونه كده في قلب الميه، هتدي برضو طعم حلو جدا زي ما انتم شايفين. وطبعا هنحط ملح، يعني الميه برضو ظبطناها كده من الليمون والخل والملح طبعا والبابريكا زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بيها بقى كده على البدنجان، بجد بيكون طعمه حلو جدا جدا. طبعا العلبه دي هتتحط في التلاجة، مش هينفع ان احنا نسيبها بره، لازم طبعا نحطها في التلاجة، ويكون طبعا ليها غطا يكون بيتقفل كويس جدا، علشان طبعا البدنجان ممكن ان هو يعمل ريحه في قلب التلاجة. لا احنا هنغطي كويس جدا اكننا مش حاطين بدنجان في التلاجة اصلا. وهنا زي ما انتم شايفين انا حطيت الميه طعمها تحفه. انا عايزه اقول لكم والله بامان الميه بتاعت البدنجان اصلا عايزه تتشرب، طعمها اللهم بارك جميله جدا جدا. وهنا حطيت ليمون كده على الوش. احنا طبعا لما بناكل البدنجان بنحب نعصر عليه ليمون، فانا قطعته كده مقدما حطيته زي ما انتم شايفين كده على الوش. وفي نفس الوقت لما نيجي ناخد بدنجان بدل ما لسه هنقطع ليمون، لا احنا بنعصر بقى الليمون كده على البدنجان، بيكون طعمه حلو جدا اللهم بارك. شايفين ما شاء الله لون الميه ما شاء الله، والبدنجان تحفه جدا اللهم بارك. وكمان ما شاء الله بعد يوم او 2 بفتح العلبه كده بلاقي ما شاء الله البدنجان لونه محمر كده من جوه، وبصراحه طعمه جميل جدا جدا ما شاء الله. الطريقه حلوه جدا انك تحفظي بيها البدنجان، مش هيحصل له اي حاجه ما شاء الله. في ناس كتير كانت بتخلي البدنجان ني وبتقولك علشان يعيش معايا شويه، لكن نصيحه مني بلاش، لاني والله العظيم في كذا حد عمل البدنجان المخلل
وقالوا هنشيلوه بقى ان شاء الله يمين يعيش كده لرمضان. والله العظيم البدنجان اترمى، لان كانوا جايبين اللهم بارك كميه كبيره. بيقولوا لي قلت لهم علشان نخلي البدنجان ونحفظه من هنا لرمضان ان شاء الله نحيانا ربنا لازم نديله غلوه واحده. يعني ايه غلوه واحده؟ يعني هحط البدنجان ومعاه البنجر وعليه رشه من الملح وهحطه غلوه واحده، يعني مجرد كده ما الاقي الحله بتغلي هروح على طول مصفيه البدنجان في قلب مصفى وهسيبه يبرد، وبعد كده هخلله. ما ينفعش كمان تخلليه وهو سخن وتحطيه في برطمان وعايزه تحفظيه سنه او عايزه تحفظيه كام شهر، لا ما ينفعش. لما البدنجان يبرد خالص لازم يتخلل بقى، وخليلي بقى بالطريقه الصح. هتلاقي الحاجه معاكي تقعد معاكي بدل الشهر 2 و3 وسنه الحاجه ما تبوظ. واي مخلل تخلليه ابعديه عن المطبخ، لان في المطبخ من السخونيه الحاجه بتبوظ. ما شاء الله شايفين بقى شكل البدنجان كده جميل جدا جدا. انا عايزه اقول لكم بعد ما خلصت الفيديو وقفلته انا زودت حبه ميه تاني، يعني غطيت البدنجان بالميه لاني لقيت الميه شكلها حلو كده ومغري. رحت بقى مكمله الميه ومليت بقى العلبه كده بتاعتي ميه وغطيتها كده وسبتها في التلاجة. اللهم بارك ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد جميل جدا جدا، ينفع معاكي فطار وينفع معاكي غدا، يعني جنب اي اكل ممكن ان انت تاكليه، بس بلاش بالليل بقى علشان طبعا التوم كده ولما تيجي تنامي بيبقى ريحه التوم طبعا بتبقى جامده وكده، فخليه فطار غدا. هيمشي معاكي جميل جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكل البدنجان حلو جدا اللهم بارك، والطعم بجد بيكون تحفه جدا. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.